حاجة غريبة أنا أول مرة أسمع عنها وهي منتشرة الأيام دي وطالعة ترند. إيه هو الموضوع بقى؟ الموضوع بيقولك اللي هم اكتشفوا قرية صغيرة للسنافر، والقرية دي موجودة في اليمن، وبيقولك السنافر دي طولها شبر أو 10 سنتي وعرضها أكتر من 5 سنتي. وبص كده معايا، ودي الناس اللي اكتشفت البيوت في اليمن. اكتشاف قرية السنافر في اليمن هذه هي. لا السنافر كانوا عايشين هنا، ترى جد كانوا عايشين هنا السنافر هذه المدينة. أساسا شو سبب شهرة وادي رم؟ هذه المدينة. وهنا السؤال بقى اللي أنا بطرحه، يا ترى السنافر دي حقيقية ولا ده اشتغالة؟ وبص الفيديو ده كمان. موضوع السنافر طلع حقيقي. تخيل ان السنافر اللي كلنا كنا بنشوفها واحنا صغيرين طلعت حقيقيه وعايشه معانا بالفعل يا جماعه على كوكب الارض، وفعلا عايشين في اليمن. عايز اقول لك ان ده. وبص البيوت دي يا جماعه، بص البيوت دي حجمها قد ايه؟ يعني حجمها قد الكف، يمكن 10 سم او اكتر من 10 سم. بص البيوت دي شكلها. وهل الكلام ده حقيقي ولا اشتغاله؟ وكمان بص كده شكل السنافر وهي في الزرع. الواحد ينتبه على عياله وعلى نفسه، كمان معانا رعيه جدد. واكتر من كذا حد بيتكلم على السنافر. لو حد من اهل اليمن عنده معلومات حقيقيه او معلومات واضحه للموضوع ده، فيا ريت يكتب في كومنت ويعرفنا ان الموضوع ده ترند ولا الموضوع ده حقيقي. ولو حقيقي فربنا يسترها بجد، لحسن يكون الاشكال اللي هم شافوها دي ياجوج وماجوج، ويبقى كده نهايه العالم.